في الحلقة اللي فاتت بعد تجربة مريرة مع عزيز فتحي والعودة لفريد الأطرش تاني والمحاولة مرة أخرى من شادية حسب ما قالت في مذكراتها يعني إنها تبعد عن فريد الأطرش تاني، رجع من لبنان عشان يمثل آخر فيلم في حياته نغم في حياتي، وطلب منها إنها تعمل بامية زي ما قلنا. أول ما شاف شادية قال لها يا ريت تعمل لي بامية. هتلاقي بقى اسفل الفيديو في لينك في كل حلقات المذكرات بتاعت شادية اللي فاتت. شادية بتكمل مذكراتها بتقول: وفي اليوم التالي عدت إليه وطهوت له البامية مع إنه كان ممنوع من أكلها بأمر الأطباء، وقال لي فريد يومها: عندك مانع تغني معايا يا شادية في لبنان؟ وقلت له: ماشي على عيني يا فريد. وافترقنا بعد الاتفاق على اللقاء في لبنان، وكان يوما غريبا لا أنساه، ذلك الذي التقيت فيه مع فريد في كازينو أليسين، وكان المطر يهطل بغزارة، ورغم أننا كنا في شهر أغسطس حصلت والله ده الدنيا مطرت تلج واحنا في الصيف عادي. هل يصدق أحد أن تسقط الأمطار بهذه إيه ده؟ طب الناس كانت بتقول إن الطريقة دي يعني لما الدنيا غرقت الدنيا مطر في اسكندرية ونزلت تلج وعاصفة في شهر يونيو شهر 6 أو في آخر 5 تقريبا، في ناس قالوا إيه ده مستحيل، ده ما حصلش. معلش طلعنا بره سياق المذكرات شوية. شادية هي في المذكرات بتاعتها بتقول لنا إن في شهر أغسطس في الفترة بتاعت فيلم نغم في حياتي الأمطار نزلت بشكل كثيف في شهور الصيف، إنها ليست أمطارا بل دموع غزيرة، كأن السماء كانت تبكي من أجله حزنا عليه من النهاية المؤلمة التي كانت تقترب بسرعة. ووقف فريد ليغني أمام الناس، ورغم صحته المنهارة إلا أنه غنى كأنه في 20 من عمره. واستمر فريد واقفا فوق المسرح ساعات طويلة وحتى 5 صباحا، وكأنه يودع محبيه الوداع الأخير. نسى مرضه ونسى نصائح وتحذيرات الأطباء ونسى خطر الموت، واستمر يغني. وخرج الناس إلى بيوتهم ليستبدلوا ملابسهم بملابس أخرى ثقيلة بعد أن ابتلت ملابسهم يعني ليعودوا ويصفقوا مرة أخرى وهم يغنوا معه، والدموع تنهمر منهم، ودموع السماء على حسب وصفها تنهمر، والقلب المريض يغني بلا توقف، والمسرح المكشوف لا يستطيع أن يمنع سقوط الأمطار فوق فريد وفوق المتفرجين، والناس يصرخون من الإعجاب ولا يفكرون أبدا في الهروب من المطر، بل تمسكوا بمقاعدهم وكأنهم يشعرون أنه الوداع الأخير لفنانهم الذي عاش يملأ الدنيا بالحب. طب والله شادية كلامها جميل جدا. لما تصادف الإنسان كارثة يتصور أن الحياة قد انتهت، دي شادية اللي بتقول، وأن هذه التجربة القاسية التي يمر بها ستكون نهاية العالم، وأن الأمل قد ضاع، وأن الابتسامة لن تعود أبدا إلى حياته، وأنه محكوم عليه أن يعيش حزنا بائسا حزينا حتى آخر يوم في حياته. وهذا كان شعوري بعد تجارب الحياة والزواج في حياتي. قصتي مع الضابط الشاب أول إنسان خفق له قلبي، وقصة الزواج الأول من عماد حمدي، وقصة زواج السريعة المتهورة من عزيز فتحي، ثم قصة الحب الطويلة المرهفة فريد الأطرش. بعد هذه التجارب القاسية تصورت أن حياتي قد انتهت، واعتقدت أن اليأس والعذاب هما الطريق الوحيد الذي كتب علي أن أسير فيه. شوف، رغم الناس كلها شايفاها شادية والنجمة والشهيرة والدلوعة، ولكن شوف حياتها كانت بائسة ازاي. بعد هذه التجربة القاسية تصورت أن حياتي قد انتهت، واعتقدت أن اليأس والعذاب هما الطريق الوحيد الذي كتب علي أن أسير فيه حتى آخر يوم في العمر، ولكن الحياة لا يمكن أن تتوقف من أجلي، بل ستمضي رغم أنفي، ولا بد أن أحاول أن أعيشها بحلوها ومرها. فالفشل معناه أن غيري سيأخذ مكاني، وبدأت أشعر أن حاضري بل ومستقبلي أيضا يمكن أن يضيع إذا ما وصلت الدموع إلى العمل المتواصل هو الطريق الوحيد للنسيان. البكاء لغة العاجزين، الدموع لا تفعل شيئا، وبلاتوهات السينما واستديوهات السينما لن تنطفئ أنوارها من أجلي، وكاميرات السينما لن تتوقف في انتظار حضوري، وصناعة السينما لن تتعطل بعدم مشاركتي، وأمام الكاميرات قررت أن أمضي كل وقتي حتى لا أصبح وحدي، وحتى أعود في نهاية النهار مرهقة أبحث عن النوم الذي هرب من جفوني أياما وأسابيعا طويلة. لكني لم أعد أرحب بوعود وعقود تجار المسامير الذين أصبحوا من كبار منتجي السينما. عايز أقول إن في ناس دخلوا في السينما ومش فاهمين حاجة في السينما، كانوا تجار مسامير حسب وجهة نظرها يعني، لأن هؤلاء المنتجين من تجار المسامير لا يرشحونني إلا لدور البنت الدلوعة الذي نجحت في تقديمه لكي أقدم أغاني جديدة خفيفة مثل أغاني 1 2 وسوق على مهلك وبحب ولا لأ وحبيبه خطيبه. مرحلة الدلع انتهت من حياتي، ولم أعد مهيئة نفسيا لتقديم هذه الأدوار الخفيفة، لأني أنا نفسي لم أعد هذه الدلوعة.
وذات ليلة دعيت إلى بيت المخرج الراحل محمود ظفار، وأثناء هذه الزيارة فوجئت بأنه يعرض علي دور امرأة في الستين من عمرها. طبعا فاهمين ده المرأة المجهولة. وساندوا في هذا الرأي والترشيح المنتج حسن رمزي، وقلت لهما أريد فرصة لأفكر، ولطال تفكيري هل أقبل هذه المجازفة؟ وهل الجمهور الذي تعود أن يراني حقيقة جميلة شابة في أطوار الفتاة والمرأة التي تحب ويحبها الآخرون، هل سيتقبلني وأنا أظهر على الشاشة بشعري الأبيض ووجهي الذي تغطيه التجاعيد وبدون أي أغنية واحدة في الفيلم؟ كانت مغامرة، لكنني جذبتني بشدة إلي، وسألت نفسي لماذا أتردد ولماذا أتخوف من هذه التجربة الجديدة؟ وعجبت بهذا الدور ونسيت شكلي ومظهري على الشاشة، ونسيت كذلك كل شيء، شبابي، صوتي المسرسع الذي يجب أن يتحول إلى صوت امرأة في سن 60. كنت خائفة من مدام إكس، هذه القصة العالمية التي أصبح اسمها المرأة المجهولة، ولم أكن أتصور أن هذه المرأة المجهولة ستكون أشهر امرأة على الشاشة. أنا الوحيدة التي كنت خائفة، أما المنتج والمخرج وبقية العاملين في الفيلم كانوا يشعرون أنه سوف ينجح، ولم يكن يشعروا بهذا الخوف الذي بداخلي. وطلبت منهم أن يعقدوا لي اختبار أمام الكاميرا حتى أرى نفسي في دور المرأة العجوز، وقالوا لي أن الاختبار سيتم أثناء العمل. وفي اليوم الذي كان محددا لذلك التست جلست بين يدي اثنين من أحسن الفنيين المتخصصين في عمل المكياج، هما عيسى أحمد ورمضان علي، ليحول وجه الشاب إلى وجه عجوز تغطيه هموم الزمن وأحزان وتجارب الحياة الطويلة. ورأيت نفسي على الشاشة قبل أن نبدأ في تصوير الفيلم، وبدأت أندمج في الدور، ولم أعد أفكر إلا أنني المرأة المجهولة. وكان لابد أن أجلس هادئة صامتة، لا أقدر على الضحك أو حتى الكلام بأمر المكير، لكي ينتهي من لصق الجلد الصناعي تحت عيني ولكي يرسم التجاعيد الدقيقة على وجهي. لكن المشكلة أني كنت عندما أزيل المكياج من فوق وجهي أفاجأ بأن رموش عيني تنتزع وتسقط من هذه المواد اللاصقة التي توضع فوق وجهي، لدرجة أنني كنت أصبح بلا رموش. كان إحساسي بالمرأة المجهولة جديدا بالنسبة لي، إنه إحساس عميق بالأمومة، شعور الأم تجاه ابنها الذي فرقت الأيام بينها وبينه. والتقينا بعد هذا الفراق الطويل داخل قاعة المحكمة، هو محامي يدافع عن المظلومين وهي متهمة بارتكاب جريمة قتل. كان المكياج دقيقا جدا لدرجة أني كنت لا أصدق أني أنا هذه المرأة العجوز صاحبة 60 عاما. لقد حدث أحد المرات أثناء التصوير أن جاءت أمي لتسأل عني داخل الاستوديو، ومرت من أمامي دون أن تعرفني، وبدأت تسأل الجميع عني وأنا واقفة إلى جانبها، ولم أستطع أن أمنع نفسي من الضحك. وقالت هذه ضحكة ابنتي، ولم تعرفني أمي إلا من ضحكتي. وقالت لي وهي تضحك عندما رأيتك قلت لنفسي أن هذه المرأة تشبهني. تملكني الرعب، وموعد عرض الفيلم لأول مرة على الشاشة يقترب، وزاد الرعب عندما بدأت إعلانات فيلم المرأة المجهولة تملأ الشوارع. إنه أخطر امتحان في حياتي تعرضت له. طبعا لقد مثلت أدوارا كثيرة، لكن هذا الدور سيطر على كياني كله. وسط ظلام السينما التي تعرض الفيلم بكيت بدموع حقيقية. إنني أعلم أن ذلك الذي أراه أمامي على الشاشة ليس حقيقيا، بل هو تمثيل، بل أنا نفسي التي قدمت هذا التمثيل. ورغم ذلك أسرعت لأجفف دموعي. إنها ليست دموع الفرح، بل هي دموع شفقة وتأثر من ما أراه من المشاهد. كنت أخشى أن يضحك الناس، لكن الصمت كان سائدا، لا ضحك ولا همسة واحدة، مع أن دار السينما كانت مكتظة بالجمهور هم مشدودون لحكاية المرأة المجهولة. وأنا أيضا كنت مثلت بشكل قوي ومشدودة، خاصة لذلك المشهد الذي ظهرت فيه مع ابني شكري سرحان الذي لا يعلم أني أمه الحقيقية. هذا المشهد أبكاني، لكنني اكتشفت مع نهاية الفيلم أني لم أكن الوحيدة التي أبكي وسط الظلام، بل أن الكثيرين من الجمهور كانوا يجففون دموعهم عند خروجهم من باب السينما. طب كان دور جامد جدا وفيلم جامد جدا بالمناسبة. لحد هنا وبتخلص حلقة النهاردة، وهنكمل مذكرات شادية، والحلقة الجاية طبعا عن قصتها مع أهم أفلام عملتها. هتقولي طبعا في قصة زواج لسه هي ما اتكلمتش عنها لحد دلوقتي. أيوة ما أنا عارف، لسه في المذكرات اللي جاية. متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. هتلاقي لينك في وصف الفيديو في مذكرات شادية القديمة اللي نشرنا حلقاتها قبل كده، وهتلاقي مذكرات فنانين تانيين برضو كنا اتكلمنا عنهم قبل كده ونزلنا حلقاتهم، وهتلاقي كمان كل لينكات فيسبوك انستجرام تيك توك وكل المحتوى بتاعنا على السوشيال ميديا، والقناة بتاعتنا على اليوتيوب. روح هناك واشترك. منتظر الحلقة الجاية.